بركة بسم الله. يقول لك المواقف بتصنع رجال. فاحنا بنرجع نتكلم. اتكلمت في فيديوهين قبل كده عن الملك فيصل رحمة الله عليه والملك عبد الله. ففي يعني كل وقت يطلع كده هوت ناس يعني عاملين زي اللي بيتكلموا مثلا مش لاقي له حاجة يتكلم على مصر. واحد طالع بيتكلم وبيقل أدبه، وشوفوا بيقول ايه. بعد كده هنرجع ايه نقول لكم اللي زي دوت ممكن يتعمل معاه ايه. فجأة يقول السيسي في الخطاب فاحنا دلوقتي عايزين بس ايه بأن مصر نفكر لن الناس تركع إلا ديت. لله. انت والله بتتكلم لن تركع إلا واخد لله، راحتك إيش الحكاية؟ دلوقتي بفضل مصر، هذا كلام بالنص على ومعاك فكرة، تليفون وقعد معاك بأن مصر لن تركع إلا لله، وهي شوية، جملة مربكة في السياق الذي قيلت فيه، يجي تلات وعادة أربع ما تنفار تقال كده أمام اهوت عمالين تحد أو تهديد تتريقوا من عدو وتقولوا مصر جبار والرز متكبر. والبتاع. خدت بالك والسعودية برضه ليست بفضل عدوا مصر. لمصر، انت عارف كنت وليست ممكن بمثل تبقى هذه ايه. المواصفات، ولا احنا مصر اتكلمنا أو على الخليج الرجالة في كذلك. الأول، مش هنبطل كلام ومع عنها. هذا واستجابة مع جملة ان الرئيس، الرجال، كتبت صحيفة الأهرام رأيها الراجل صباح اليوم بيتعرف من التالي، ايه؟ يعني في 24، من كلامه ومن افعاله. تحت عنوان خد مصر لن بالك تركع. يا هو تركع لمن؟ بيقول لك اللي ايه، اللي يقول لك لما ايه وقفتم ده عيل صغير اما يعني يكبر يعقل. لعلي أفسر أن لا، المقصود بأن ده اللي جواه بأن خسه مصر لن تركع لبلاد وجواه الخليج. قله هذا ادب. تفسيري أنا. لما يبقى عنده 100 سنه هيبقى سابغ وساكت. وإذا كان هذا التفسير طول صحيحا، عمره اللي بيتكلم ليش كده تطالب هو بالرز بيبقى إذن؟ معروف هو ايه. النكر الجميل دوت. لماذا تطالب إذن بالمال احنا مش الخليجي؟ بنعاير حد ولا بنقول له انت كنت كذا ولا هتبقى كذا ولا كذا، بس انت في امان بسبب مصر اللي بتتريق عليها وتقول الرز وفلوس الخليج. الناس المحترمة عارفة قيمة مصر، وعارفة شعب مصر، وعارفة جيش مصر. انت لا مؤاخذة، مش عايز اقول لك يعني كلمة واخد بالك، لانك انت ما تستاهلهاش. اقل من اللي انا لما اشتمك ولا اهزقك ولا اقول لك كلمة، انت اقل من كده. بس انا بعرفك اللي انت قاعد بتاكل وبتشرب ورايح وجاي وفي ايدك تليفون بفضل مصر عليك. انك انت من غير مصر كنت زمانك دلوقتي ايه؟ ها، مش هقول لك بقى يعني كنت زمانك ايه. كفايه اللي ايه، اللي هيطلعوا يغسلوك ياخدوك غسيل ومكوى. دي بس كده نبذه بسيطه على اي واحد تسول له نفسه ويتكلم ويغلط في مصر ويقل ادب على مصر. احنا اتكلمنا على الناس المحترمه، الناس اللي وقفت جنب مصر وشعب مصر وجيش مصر. الملك فيصل والملك عبد الله، الف رحمه ونور عليهم. يقول لك الف رحمه ونور عليهم، دول كانوا رجاله وقفوا وقفه رجاله. وانت مش سهلش كلمه، مش كده ولا ايه؟